مش كل وجع من النهاردة، في أوجاع كتيرة جدا شايلينها معانا من وإحنا أطفال. في ستات كتيرة قوي بتدخلي العيادة وتقولي أنا ناجحة بس مش سعيدة، أنا قوية بس تعبانة، أنا بحب ولكن أنا دايما خايفة. والحقيقة مشكلتها مش في الحاضر ولا في الرجالة ولا في شغلها ولا في أطفالها، مشكلتها من جروح قديمة اكتسبتها وهي بتكبر. النهاردة هنتكلم عن جروح الطفولة ال5 وإزاي الجروح دي بتأثر على يومياتنا وحياتنا وقراراتنا، وإزاي بتلعب دور أساسي النهاردة ودلوقتي في كل حاجة بنعملها من غير ما حتى ناخد بالنا. جروح الطفولة مش شرط إنها تكون ضرب ولا صوت عالي ولا إهانة ولا تقليل، أحيانا بيكون مجرد غياب، تجاهل، حب مشروط، مقارنة أو خوف اتنقل للطفل. الطفل هنا مش بيبقى عارف وفاهم إن أهله ما عندهمش الأساليب الصحية في التربية، كانوا تعبانين، ما عندهمش دراية كافية باللي هم بيعملوه وصداع عليه. الطفل كمان ما بيفهمش إن أهله أصلا اتربوا التربية دي وهم مجرد بينقلوا التربية لأولادهم. الطفل اللي بيفهمه وبيسمعه وبيستوعبه أنا السبب، أنا اللي فيها المشكلة، أنا سبب كل اللي بيحصل ده. من أول الجروح وأعمقها هو جرح الرفض. الشكل اللي بياخده عند الست الكبيرة إنها بتجلد نفسها، بتحس دايما إن هي مش كفاية وبترضي كل الناس على حسابها. الأستاذة ريه 37 سنة لما جات لي العيادة قالت لي إن هي ناجحة جدا في شغلها، بل بالعكس دي لسه مترقية، بس أي نقد بسيط بيجيلها من زمايلها، أي نظرة مش مريحة بتترجم عندها على طول إن هي معيوبة، إن هي فيها حاجة غلط، وأقل كومنت بيتقال لها بيكسرها. لما رجعنا طفولتها اكتشفنا إن أبوها كان دايما بيقارنها بالناس اللي حواليها ويقول لها أنتي حتى أقل من أخواتك، أنتي مش فالحة في حاجة وعمرك ما هتعرفي تعملي حاجة، بصي أخواتك عاملين إزاي وأنتي عاملة إزاي. تخيلوا إن الصوت ده لسه جواها لحد النهاردة، وأي حد بيلمس بجمل مشابهة بتنهار وبتكسر. تاني جرح معانا هو جرح الهجر. الست هنا بتترعب من إنها تفقد حد، من إنها تتساب، بيبقى عندها تعلق شديد جدا وبتقبل معظم العلاقات اللي هي هتكون مؤذية في حياتها من غير ما تعمل أي تقييم للشخص اللي بيتعامل معاها، سواء في صداقة أو علاقة عاطفية. دال 38 سنة لما جات لي العيادة حكت لي إن هي في علاقة بقالها 15 سنة مع نفس الشخص. العلاقة دي ابتدت من وهي لسه في المدرسة. الراجل ده معظم العلاقة بعد الفترة الأولانية اللي احنا بنسميها طبعا الهانيمون ابتدى يختفي ويظهر ويختفي ويظهر ويوعد وما يوفيش، وفوق كل ده ما كانش بيعملها بطريقة لطيفة خالص. دال مش عارفة تخرج من العلاقة دي، وكل ما بتاخد خطوة تجاه السيبان كل ما رجلها بتغرز أكتر جوه العلاقة، ما بتستحملش غيابه وبيجيلها شبه أعراض انسحاب كأنها مرتبطة بمخدر اسمه العلاقة. ولما رجعنا الماضي بتاعها وطفولتها اكتشفنا إن أمها كانت الحاضر الغايب جوه حياتها، تبقى موجودة ولكن هي مش موجودة، ولا قلبها ولا عقلها مع دال، تبقى قاعدة في نفس البيت في نفس الأوضة ساعات ولكن على طول مشغولة، يا بأفكارها يا بمشاكلها يا بتليفونها يا بأي حاجة تانية غير دال. ولو ما كانتش جوه البيت كانت بتهمل دال ولا حتى تتصل تسأل عليها. فدال هنا اتربت ان اقرب الناس اليها مش هيهتموا بيها ومش هيكونوا حواليها وممكن يسيبوها في اي لحظة. تالت جرح معانا هو جرح الإهانة. بتقبلي بكل ما هو اقل من اللي انتي تستاهليه، حتى لو هو على هزار ولكن على حساب نفسك، تريقة يعني.
بتحسي بالذنب طول الوقت. جات لي ميم 32 سنة العيادة، ست دايما كانت بتقولي في معظم الجلسات في البداية، كانت دايما تقولي أنا استاهل كل حاجة بتحصل لي. لما رجعنا الماضي بتاعها اكتشفنا انها كبرت في بيت مليان سخرية بشكل هزار، والناس بعد ما تتقال الجمل يكركعوا على روحهم من الضحك. هي تاخد الإهانة جوه قلبها وتسكت وترجع أوضتها تعيط وتقول ما هو أنا السبب وأنا أستاهل كل حاجة بتحصل لي. وفضلت معاها الجملة متكررة في حياتها كلها، حتى لو أصحابها غلطوا فيها تقول لهم ما هو أنا اللي أستاهل اللي يحصل لي. جوزها يغلط فيها ترد وتقول له ما هو أنا أستاهل اللي يحصل لي. وفضلت على الحال ده لحد ما اشتغلت على نفسها. رابع جرح معانا هو جرح الخيانة، وده شكله عند الست بيترجم إنها بتكون شكاكة طول الوقت عندها شك مستمر، بتحب السيطرة جدا وبتخاف من إن هي تسلم أي حاجة لأي حد. الأستاذة واو 42 سنة جات العيادة وقالت لي إن هي متجوزة بقالها 22 سنة. في خلال ال 22 سنة دي ما بطلتش تتخانق مع جوزها لأسباب ليها دعوة بالغيرة والشك. انهارت العلاقة ما بينهم وحاولوا ينفصلوا أكتر من مرة، ولكن اللي رابطهم الأولاد حتى ابتدوا يقولوا لمامتهم انتي على فكرة مش طبيعية، انتي أكيد فيكي حاجة غلط. لأن الأب لو كان بيتأخر لمدة 5 دقايق كانت بتقلب الدنيا وتجيب العيال كلهم وتقول لهم أبوكوا بيخوني أكيد مع واحدة تانية، وبعديها بدقيقة تلاقي الأب داخل عليهم. لما رجعنا طفولتها اكتشفنا إن هي كبرت في بيت الأب كان بيخون الأم، وتوعدت بوعود كتيرة جدا عمر ما حد احترم كلمته معاها. كل ما كان حد يقول لها أو يوعدها بحاجة كان يخلي بيها، وكانت بتشوف أمها بالساعات بتتأثر وبتتعب وبتعيط بسبب خيانة جوزها ليها. فكبرت بمعتقد إن كل الرجالة بتخون ولازم تسيطر وعينيها تبقى مفتحة علشان ما يحصلش فيها الموقف ده. والدنيا ما تحسنتش غير لما هي اشتغلت على نفسها. آخر جرح معانا هو جرح الظلم، وده شكله قوة زيادة عن اللزوم، اعتماد كامل على النفس وصعوبة لطلب المساعدة. خلاها تكون 7 رجالة في بعض، ودايما خايفة من الظلم، ودايما قافلة على نفسها علشان ما تحتكش فما تديش فرصة لحد ان هو يظلمها. طبعا الجروح دي مش بتيجي لوحدها، ممكن 2-3 يبقوا عند نفس الشخص، وممكن الجروح دي تظهر في مواقف معينة مش شرط تبقى موجودة في كل المواقف. الجروح دي بتكمل معانا وبتفضل موجودة لأن جوانا كلنا طفلة، والطفلة دي لسه مستنية ان حد يسمعها، ان حد يصدقها، ان حد يقول لها انتي مش غلطانة. لأن دايما الجرح اللي ما تعالجش بيتحكم فينا مش بيختفي، وبيفضل يتحكم فينا لحد ما احنا نقرر نشفيه. وطبعا الشفاء هنا مش وصفة سحرية، لازم يكون عندك ووعي ما تلوميش نفسك عليه. لازم تربطي الحاضر بالماضي وتشوفي ازاي النهاردة ودلوقتي بتكرري أنماط انتي ما كانش ليكي ذنب فيها. تحبي وتتعاطفي مع الطفلة الصغيرة اللي لسه عايشة جواكي، اللي لسه محتاجاكي، اللي محدش حبها بالطريقة الصح. تبني حدود مع الناس اللي حواليكي، وتدعمي نفسك مع متخصص عشان يقدر يساعدك تتخطي النمط ده من الحياة. الشفاء مش انك تبقي قوية، الشفاء انك تكوني صادقة مع نفسك وعندك استعداد تستثمري